اعملوا اللي تعملوه، شنقوني، اعدموني، موتوني، ده يتعالج، ده اقل واجب عليكم هنا في مصر تعالجوه. انا الولد ما بياكل، الولد حاطط ايده في صبعه كده طول النهار ما بياكلش قسما بالله. ايه ده؟ ده طفل عنده سنه، ملكوا المسؤوليه هنا وهناك. رحيم مجدي السيد لو جراله حاجه بحملكم المسؤوليه. انا مش شيخ يا اسطى، انا راجل بقول حق ربنا لو على رقبتي. هو ده لو الطفل ده كان ابن واحد من الناس اللي معاه فلوس، ولا ابن واحد من الممثلين، ولا ابن رقاصه، ولا ابن حد ممثل، ولا ابن لعيب كوره، ما كانش دخل المستشفى وكانت الابواب فتحت له؟ ولا هو النظام بالظبط؟ النظام معاك واسطه تعيش، ما معاكش واسطه تموت. ده بتستنكد، بتقولوك عالج ابني، علاج يا بشر. يعني انا اقسم بالله لو ابني تعبان ومش قادرين يدخلوه على الجوده، الواحد ممكن يموت فيها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فشيروا الفيديو ده يا جدعان، شيروه اقسم بالله، يروح لحد يكون عنده ضمير، مسؤول يكون عنده حاجه. يعني ده لو ابن واحد مثلا زي محمد حمدان ولا عمرو هباب، ما كنتوش دخلتوه مستشفى؟ ولا هو مش محتاج يدخل المستشفى معاه فلوس؟ انما دي ست بتتحايل عليكم عشان تدوا امل ان ابنها يعيش. قعدت حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يرحمنا برحمته. شيروا الفيديو يا اخواتي، لعله عايز حد يشوفه.